كوكو بنات، اليوم غتعيشوا معايا رحله تغيير الثلاجه ديالي من هكا لهكا. المهم خليكم معايا في الفيديو حتى الاخر. كما شفتوا شاركت معكم اليوم هذا الفيديو باش نشارك معكم ثلاجتي القديمه وكيفاش حتى مشيت اختاريت يعني ماركه وحده اخرى وجديده وزوينه، يعني موديل جديد. كما كتشوفوا هذه ثلاجتي القديمه، اول حاجه المشكل اللي كان عندي فيها هو جاتني في البلاصه ديال الكوزينه، جاتني يعني صغيره على الكوزينه اللي خديت. وكما كتشوفوا كلها مصديه، يعني حتى الداخل ديالها مصدي. هانتوما كيبان داكشي صدا 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 ما بقاش فيها، ولات حالتها. وثاني حاجه صغيره، يعني هي لا من التحت ولا الكونجيلاتور ديالها حتى هو صغير، ما كانش كيهز ليا بزاف. يعني هذه كنا غير مديبانيين بها في الكرا وداكشي. دابا الحمد لله من استقريت وخديت داري، قررت بانني ناخذ ثلاجه زوينه وجديده وتكون كبيره نيت. المهم فقررت نمشي للمرجان حيت بان ليا دايرين عروض في هاد العيد، وقلت ودايرين حتى يعني تاخدي ثلاجه بالكريدي، وهادشي اللي درت حتى انا. المهم كما كتشوفوا قصه مرجان، دخلت من البلاصه ديال الالكترونيات هادشي. مشيت للبلاصه ديال الثلاجات، تبارك الله كاين لا شوا كاين شله اختيارات، كاين جميع لي مارك سامسونج، ويربول، بيكو، ال جي. المهم كاين بزاف ديال الاختيارات والالوان كما كتشوفوا، الاشكال على حساب القياس. ولكن انا كان خصني القياس اللي كنت كنقلب عليه هو 70 ديال السنتيم في العرض، والطول كان عندي 2 متر يعني ديال الطول، يعني ما كاينش كاين الطول. كما كتشوفوا صراحه ضغط ما بين الشكيلات. هانتوما كتشوفوا راهم دايرين الكريدي، راه تلاحظوا تما حبسوا الفيديو، راه تقراو هادو، راه صورتهم شاركتهم معكم باش تشوفوا شحال كتجيكم في الشهر. المهم انا لقيت هاد بيكو عجبتني الصراحه. فيها القياس ديال البلاصه ديال الكوزينه اللي عندي في الكوزينه، وكذلك جاتني كبيره تبارك الله عجبتني. وبقيت محتاره ما بين هي واحد شكل اخر ديال هاد وير البول ولا شنو سميتها. المهم في الاخر قالوا لي بلي بحال يعني اصلا هاد بيكو قالوا لي كتصنع هاد وير البول. وصافي قلت صافي نزعم وناخدها. هنا هانتما كتشوفوا داروا لي التوصيل، وصلوها لي حتى للدار، يعني فابور كيجيبوها كما كتشوفوا. وها هي جاتني ثلاجتي جديده. المهم بصراحه فرحت بها بزاف وعجبتني. اولا كبيره، يعني تبارك الله هزات ليا، استفدت فيها داكشي. تبارك الله هزات. هانتوما غادي تشوفوها من الداخل، راه تبارك الله كبيره. المهم فيها 2 ديال المجوره، غير داك المجوره تبارك الله راهم هزوا لي الخضره كلها وشاط الخير. وعاد يعني داك المجوره ما كيخليوش فيهم واحد اللعيبه اللي ما كتخليش الخضره تضيع، دوزك حتى 15 يوم وما كتضيعش، يعني كتحافظ عليها. صراحه غادي نجربها ان شاء الله. كما كتشوفوا تبارك الله عندهم ملومباليه مزيان، داك السكوتش مشدود، وجلست كنحيد معاكم داكشي. المهم كنشارك معاكم اللقطات ديال التحيات ديال هذا السكوتش. كما كتشوفوا يعني بحال انبوكسين. المهم انا فرحانه بزاف حيت بدلت ديك الثلاجه، كانت صراحه نتوما شفتوها كي كانت حالتها، وكنت كنتمنى غير وقتاش نمشي، خصوصا دابا مع العيد. وقلت يكونوا عروض، الصراحه كاين عروض وكاين تخفيضات في مرجان. وعاد اللي عجبتني هاد القضيه بزاف هو انه كاين هاد الكريدي، يعني كتبقى كل شهر كتعطي واحد المبلغ، يعني 400 درهم لحساب ولا حتى 700 درهم، يعني على حساب الثلاجه والثمن اللي عاد تاخذ. المهم كما كتشوفوا والتوصيل كيجيبوها يعني حتى للدار بالمجان، كيطلعوها لك كيحطوها لك في الدار وعاد كيمشيو. داكشي علاش زعمت وخديتها من مرجان، وفيها حتى الكارانتي ديال 25 عام. يعني
والموتور وقيله 3 سنين ولا. المهم فيها الكارانتي، يعني حتى لو وقعت شي حاجه ولا راه عندك الحق ترديها. شوفوا المجوره ديالها كبار، وداك اللعيبات اللي كتشوفوا في المجر يعني هذيك واحد يعني في امكانك تبدلي الباب، الجهه اللي كتحلي منها الباب يمكن لك ترديها العكس، يعني تحيدي الباب وترديه للجهه الاخرى، يعني تحل على حساب البلاصه اللي بغيتي، كيفاش بغيتي، اما من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين. يعني هذيك راه باش كتبدلي الباب. والكونجيلاتور ديالها تبارك الله حتى هو كبير، وفيه فيه المجوره. هانتوما غتشوفوا راه شاركت معكم حتى هو. هانتوما فيه المجوره، كيجي داكشي منظم. ديري يعني داكشي ديال الماكله بوحدو واللحم بوحدها، الخبز ولا شي حاجه بوحدها. تبارك الله عجبتني داكشي ديال داك، المهم الترتيب ديالها عجبني. وراه كيتحيدوا ديك المجوره، يعني الا كان عندك اللحم كتير بحال هكا في العيد ولا، راه في امكانك تحيدي المجوره. عرفتي الكونجيلاتور ديالها كيولي كبير بزاف، يعني يهز لك حولي كبير يهزو. الصراحه ننصحكم بها. ولقيت فيها هاد اللعيبه هذه حتى هي ديري فيها الثلج، يمكن هذه ديال الثلج كما كتشوفوا حتى هي حيدتها وشاركتها معكم. ها هي هذه بالغطايه ديالها، كدير فيها الماء كيجمد وكتغطيها وديريها في الكونجيلاتور تجمد. الصراحه زوينه، يعني حتى ماركه ديال بيكو زوينه. الثمن نتمنى ان شاء الله تعطوني الراي ديالكم في هاد الثلاجه والثمن ديالها. راه فيها حتى اللوان، فيها هاد الكري وفيها حتى الكحل. حتى الكحل ديالها تبارك الله انيق، ولكن زايد شويه في الثمن على هاد الكري. هذه هي الثلاجه ديالي اللي خديت. وفيها واحد يعني في الريكلاج ديالها انا راني شاركت معكم من يعني شعلتها. نخلي لكم كيفاش هي من درتها في بلاصتها. كما كتشوفوا جاتني قياس ماشي بحال الثلاجه الاخرى، يعني كان باقي الفراغ بزاف. وهانتوما هنا عندي هذا الريكلاج ديالها. هذيك اللعيبه اللي كليكيت عليها الا بغيتي تجمدي شي حاجه دغيا، يعني درتي شي حاجه في الكونجيلاتور وبغيتيها تجمد دغيا، كتكليكي على هذيك وكتجمد، يعني دغيا كتجمد. كما كتشوفوا راني استفت داكشي ديالي. وتما المهم كاينه عاوتاني هذيك اللي على اللي ديال اليمين، هذيك على اليمين كتحكمي يعني في درجات ديال الحراره. هذيك ديال تحت اللي كاينه ناقص 18 هي ديال الكونجيلاتور، وفي وديال 4 هي ديال الثلاجه عاديه، يعني الثلاجه من فوق. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ديال الفيديو ديال اليوم، وتعطوني الآراء، تقولي لي كي جاتكم الثلاجه وكي جاكم الثمن. وما تنسوش الاشتراك في القناه. وشكرا.